أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل تمرين مع بعض. التمرين ده اسمه اكتشف عنصرك المفقود. اتكلمنا في الأسبوع اللي فات عن الأبعاد الأربعة للتوازن، والنهاردة هنكمل مع العناصر الأربعة اللي هي النار والمية والهواء والتراب. طيب، كل عنصر ليه طاقة معينة، وأي خلل في توازنهم بيأثر على حياتك. النار هو شغفك وطاقتك، لو نقص هتحس بالكسل والتسويف، ولو زيادة هتحس بالغضب والإرهاق. والمية هي مشاعرك وعواطفك، لو نقصت هتحس بجفاف عاطفي، ولو زادت هتحس بالغرق والحساسية المفرطة. طيب الهوا بقى، الهوا هو أفكارك وتواصلك مع ذاتك، لو الهوا ناقص هتحس بضبابية ذهنية. طيب لو الهوا زايد هتحس بالقلق والتشتيت. آخر حاجة بقى التراب هو استقرارك وجذورك، لو التراب ناقص هتحس بالضياع. طيب لو زايد بقى هتحس بالجمود ومقاومة التغيير. طيب تيجوا بينا دلوقتي نبدأ التمرين بتاعنا. هحتاج منك تجيب ورقة وقلم. الخطوة الأولى إنك تكتب العناصر الأربعة في الورقة. فاكر هما كانوا إيه؟ النار والهواء والمية والتراب. شاطر. الخطوة التانية بقى إنك هتقيم كل عنصر من العناصر دي من 1 ل10. هنيجي بقى للخطوة التالتة. الخطوة التالتة إنك هتكتب 3 مواقف من حياتك حسيت بيها باختلال في أي عنصر من العناصر الأربعة دول. الخطوة الرابعة إنك هتختار عنصر واحد بس محتاج تشتغل عليه الأول. الخطوة الخامسة والأخيرة إنك تكتب 3 خطوات عملية عشان تغذي العنصر ده. وفي الآخر عايزك تفهم إن التمرين ده هيساعدك إن أنت تفهم إيه العنصر اللي محتاج منك تركيز قوي الفترة الجاية. شاركوني في التعليقات إيه العنصر اللي أنت اكتشفته إنك محتاج تشتغل عليه، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد مني.